لقيت صاحبي جاي وجايب مراته معاه. المهم قعدوا معايا شوية وبعد كده قام مشي لوحده، فبقول له انت رايح فين؟ قال لي انا ماشي مروح. قلت له طب مراتك؟ قال لي لا 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 لا، دي هدية مني ليك. طبعا انا بصيت له كده واتفاجئت، وبقى نزل عليا سهم الله، وما بقيتش عارف ارد بايه. وهي كمان فضلت قاعدة ومش عايزة تمشي وبتبصلي بصات غريبة جدا. وهو فعلا قال لي الكلمتين دول ومشي وروح وسابها عندي. وانا بقى من يومها وانا صاحبي ده عزيز عليا جدا. في يوم كنت سايب الشغل بتاعي وقعدت في البيت فترة كده كام شهر، والظروف يعني ما كانتش احسن حاجة، وكنت حالتي النفسية صعبة جدا. فلما كلمني في التليفون ايه يا ابني ومالك وانت مش هتخرج من الحالة النفسية دي ولا ايه وبتاع، والله العظيم انا بسعالك وبدورلك على شغل معايا ومش عارف ايه. المهم مفيش في نفس اليوم اللي كان بيكلمني فيه المكالمة دي، بعد ما خلصناها لقيته بعدها بساعتين راح مكلمني تاني. قال لي ابسط، الحمد لله ربنا استجاب، وكنت بدعي لك وبسعى لك ومش عارفة ايه، ربنا رزقك بشغل يا سيدي واحسن من اللي انا فيه ومن اللي كنت هشغلك فيه معايا وبتاع. فقلت له انت بتهزر ولا بتتكلم بجد؟ ده انا كان امنية حياتي بس ان انا اتقبل معاك في الشغل اللي انت فيه. قال لي لا، ده انا جبت لك شغلانة احسن بكتير والمرتب كمان يا سيدي الضعف. فانا طبعا اتفاجئت واستغربت، ايه ده انت بتتكلم بجد؟ فقال لي اه طبعا، هو انا عندي اعز منك اجيب لي شغل؟ فقلت له طيب يا حبيبي كتر خيرك. المهم من هنا لهنا قال لي قابلني بقى بكره، هنقابل صاحب الشغل ومش عارفه ايه. طبعا انا بقى ايه وشي نور، ورحت فرحت والدتي وبتاع. قلت لها شفتي صاحبي جاب لي ايه؟ قالت لي يا ابني كتر خيره، واحد غيره كان طمع في الشغلانه وساب شغله وهو اللي راحها وما كانش جابها لك. وبعدين دي الضعف وهو راجل متجوز وبتاع وعنده عيال وكده، فكان هو اولى بيها اصلا. فقلت لها بصي، هو عمل ايه وتصرف ازاي ومش اتصرف ازاي وانت كنت متخيله ازاي؟ المهم فرحت والدتي وقعدت تدعي له وبتاع. وفعلا تاني يوم قابلته ونزلنا رحنا المكان بتاع الشغل وبتاع، واستلمت شغلي. وفعلا احسن ما كنت متخيل وما كنت متوقع. والحمد لله انا في الشغل ده لحد دلوقتي، وكمان يعني خدت منصب تاني وبقالي كام سنة فيه، والحمد لله لحد دلوقتي. جيت بعد الموقف ده طبعا انا علاقتي بصاحبي ده بقت اقوى بكتير من الاول. طبعا هو اللي وقف جنبي وساعدني، وطبعا انا ما كنتش متجوز ولا حاجة. فقعدت قلت له بقول لك ايه، طب يعني مراتك لو ليها حد قريبها، لو ليها واحدة صاحبتها او بتاع؟ قال لي والله لو ليها انا كنت جبت لك اصلا من غير ما تقول، بس انا ما بحبش اتدخل في حوار الجوازات ده علشان انا ما ببقاش عارف، يعني انا عارفك اه كل حاجة، بس انا حوار الستات ده انا مش عارفه، ما انا ما عشرتهاش ما اعرفهاش اخلاقها. ممكن واحدة تبقى قريبة مني شايفها اه كويسة وكل حاجة، لكن اجوزها لك بعد كده تقول لي دي طلعت مش نضيفة، دي طلعت فيها، دي طلعت فيها. فانا ماليش ايه في سكة الجواز دي قوي، فيا سيدي معلش على العموم هحاول لو في حاجة هقول لك. فطبعا انا كنت بسعى الفترة دي بما اني بقى ظروفي اتحسنت واستلمت الشقة اللي انا كنت مقدم عليها ودفعت بقية اقساطها وبتاع، والدنيا زهزهت معايا على الاخر. فحاولت ان انا ايه اسعى في حوار ان انا اتجوز وارتبط. في عز اللي انا فيه ده بقى والدتي تعبت جدا ودخلت المستشفى وبتاع. هو الوحيد اللي كان معايا على التليفون في الوقت ده وجاب لي واسطة، لان كانت الحاجة عايزة، انا كان الحمد لله ربنا رزقني من وسع وبتاع ومعايا فلوس ان انا اعمل لها عملية، بس كنت هدفع فيها كل تقريبا اللي حيلتي. المهم قال لي مالكش دعوة وبتاع، وانا هجيب لك حد يعمل لك تخفيض، وممكن كمان اتصرف واجيبها لك على نفقة الدولة وبتاع. المهم من هنا لهنا عرف يجيب لي تخفيض يعني حاجة لا تذكر، وجاب لي كمان دكتور معرفته يعني
حد كده يعني قريبه وبتاع، فقال له ظروفهم ومش عارفه ايه وبتاع. المهم الدكتور كمان قال لك لا، مجامله ليه، مجامله لصاحبي ان هو مش هياخد كمان فلوس. فوقف جنبي وقفات جامده جدا. وعلى مدار بقى السنين دي ايه، علشان ما احكيلكوش تفاصيل كتير، على مدار السنين دي كلها كذا سنه واقف جنبي، وانا كنت طبعا بقف جنبه. وقف جنبي في حاجات يعني لو عديناها او حكيناها من هنا لحد بكره الصبح مش هتخلص من كتر جمايله اللي عليا. لحد اما قمت في يوم على خبر، يعني انا عماله اتصل طول اليوم طول اليوم ما بيردش. غريبه. احنا بنتفق دايما ان احنا يوم الخميس بعد شغلي وبعد شغله بنتقابل نقعد في مكان، وفي حد كمان صاحبنا وبتاع بيجي يقعد يلعب معانا بلاي ستيشن وبتاع. فانا ما سمعتش صوته من يوم التلات. قعدت يوم الاربع طول النهار اتصل بيه ما بيردش. اتصل بيه يوم الخميس بقى علشان نأكد ميعاد الخميس، مفيش، ما بيردش عليا خالص. المهم طب انا هعمل ايه ولا اسوي ايه؟ المهم لقيت نفسي ان انا لازم اروح له البيت، انا ما معيش رقم حد تاني. المهم رحت له البيت اخبط على الباب، ما حدش بيرد. فين وفين لما انا نازل بقى وبتاع، فلقيت البواب، فبقول له الاستاذ فلان فين وما حدش فوق ليه؟ قال لي البقاء لله تعيش انت. قلت له البقاء لله في مين؟ قال لي الاستاذ فلان ده توفى امبارح بالليل وتعيش انت. فانا طبعا سمعت الخبر ونزل عليا زي الصعقه. طبعا انا ما بقتش عارف اتصرف ازاي ولا اعمل ايه. ده لسه شاب ولسه في التلاتينات وعنده ولد وبنت، يعني 6 سنين و4 سنين وبتاع، ومراته لسه شابة صغيرة. ازاي ومش ازاي؟ قال لي والله يا بيه احنا ما نعرفش حاجة، احنا خدنا الخبر كده من امبارح، والست مراته اهلها جم خدوهم وقفلوا الشقة وكده. طبعا انا ما بقتش عارف اتصرف ازاي ولا اعمل ايه. انا عارف طبعا عنوان بيت اهله. المهم خدت بعض جري وعلى بيت اهله. عرفت ان وهو راجع كان نزل بالليل يشتري طلبات يوم الاربع، عمل حادثة، يعني حادثة على الطريق، كان بيعدي الطريق وعامل حادثة وتوفى على طول في نفس الوقت. طبعا انا بقى من يومها وانا داخل في حالة نفسية، يعني عايش بقى في ملكوت تاني. لحد اما لقيته جايلي في الحلم، زارني في الحلم، لقيته جايلي وفضل قاعد معايا، كان وشه بيضحك ومبسوط جدا وبتاع، بس كان جايلي هو ومراته، فضلوا قاعدين معايا. طبعا انا الحلم مش قادر افصله قوي، بس اللي هو ايه، فضلنا قاعدين وبنتكلم واكنه عايش وبتاع. وبعد ما خلص قعدته معايا نزل وساب لي مراته. فبقول له طب مراتك، انت سايب مراتك عندي؟ فهي كمان بتبصلي وبتضحك وساكته خالص وما بتتحركش. وهو سابها ونزل. فبقول له طب خد مراتك. قال لي لا، دي هديه، دي هديتي ليك، وسابني ومشي. طبعا انا بعد ما صحيت من النوم انا فاكر الحوار اللي حصل بيني وبينه ده في الحلم. فلما بحكيه او لما يعني بستفسر عن الحلم، فقالوا لي ده هو كده بيطلب منك انك تتجوز مراته، لان هو مش هيبقى يعني مش هيأمن حد عليها غيرك. انا كان جوايا يعني هو الحوار الحلم ده حصل تقريبا بعد وفاته بشهرين، شهرين و10 ايام، يعني في الرينج ده كده. انا حرفيا وقتها يعني بعد او قبل حوار الحلم ده او حوار الرؤية اللي انا شفتها دي، فكرت كده ان انا طب ما اتجوز مراته. انا كده يمكن برد له الجميل، بس جميل ايه؟ جميل ان انا بتجوز مراته. فجي بقى الحلم ده، فقلت يمكن ده عقل الباطل عشان انا فكرت في الحوار، ولا هو فعلا قاصد يوجه لي الرسالة دي وبيقول لي كده. فانا مش عارف اخد الخطوة دي فعلا ولا ما اخدهاش. هل هو كده بيبعت لي رسالة ان انا اتجوز مراته، ولا ده كان مجرد هاجس ان انا فكرت بس في القصة دي او عقلي الباطن؟ يعني من وجهة نظري
سواء ان هي رسالة من صاحبك او انت عقلك الباطن او انت فكرت في كده. في كل الاحوال ايه المانع؟ ايه المانع طالما انت هتعفها؟ لان انت بتقول شابة صغيرة، فايه المشكلة؟ ايه المشكلة طالما انت موافق انك تتجوز واحدة ارملة صاحبك ومعاها اطفال، وما عندكش اي مانع ان انت يعني تتجوزها او تتجوز واحدة متزوجة قبل كده؟ ايه المشكلة؟ سواء بقى الحلم اتفسر على انه رسالة من صاحبك الله يرحمه، او انت الحلم ده علشان انت كنت بتفكر ان انت تعمل كده، سواء كده او كده مش هيفرق حاجة. فانا في رأيي طالما انت يعني هو الله يرحمه ويحسن اليه، لو زوجته وافقت بحاجة زي كده ايه المشكلة؟ يعني الموضوع هيبقى متوقف ان هي توافق، بس طبعا مش دلوقتي لان الموضوع بقاله كام شهر بس. سيبها فترة كده تكون ايه يعني هديت واستوعبت الموضوع. لو في بينهم قصة حب كمان هيبقى الموضوع صعب شوية. فحوار ده بقى رسالة انك تعمل كده او ما تعملش كده، اه طبعا اعمل كده، بس مش لحاجة، مش لباب رد الجميل، لا برضو. يعني ما تبقاش انت موافق على الحاجة او عايز حاجة من باب ان صاحبك ده وقف جنبك او عمل جمال كتيرة معاك لا تعد ولا تحصى، فانا هرد له الجميل، وانت تبقى واحدة مش متقبلة او مش حاببها او مش هتستحمل العيشة معاها او مش هتقدر تربي اطفالها. لا، مش حتة شفقة او مش حتة رد جميل، لا. لو انت من جواك شايف ان دي واحدة تستاهل ان انت تتجوزها، وهي دي المحترمة اللي هتقدرك وتعيش معاك وانت متقبلها وحاببها، اه. لكن من حتة رد ان انت ترد الجميل، لا. لا، انت كده مش بترد الجميل. انت مش هتروح تشتري لها هدية وتوديها لها فانا برد جميل صاحبي. ما انا ممكن ارد الجميل في اشكال تانية. ممكن اخد بالي من ولاده، ممكن اوليهم اراعيهم، اشوف ظروفهم، اجيب لهم طلباتهم، اساعدهم لو محتاجين ماديا كده. لكن شفقة او رد جميل وانت مش متقبل الشخصية نفسها، يبقى بلاها. يبقى انت هتعيش تعيس وهتعيشها معاك تعيسة. لكن لو انت حابب الشخصية وشايفها انها حد جدير بيك وان انت هتبقى حاببها والحياة تبقى بينكم كويسة، اه تمام. ده بقى من وجهة نظري. انت بقى جواك هاجس مثلا ان لا صاحبك هيبقى زعلان او مش عارفة ايه، ما اظنش ان هو هيزعل لو مراته عاشت مع حد تاني هو عارفه ومطمن عليها معاه. ايه المشكلة يعني؟ فده رأيي ووجهة نظري، معرفش انتوا برضو رأيكم ايه. بس اهم حاجة ان انت ما تبقاش بتتجوزها علشان رد الجميل. رد الجميل ممكن يتم بأي حاجة تانية غير ان انا ادبس نفسي في جوازة انا مش عايزها وهندم عليها بعد كده. فلازم تبقى دارس الموضوع كويس قوي قبل ما تاخد اي خطوة. خلصت قصتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. اشوفكم في قصة جديدة ان شاء الله. اللي عنده اي مشكلة وحابب يعرضها بنفسه يسيب رقم تليفونه، واللي حابب اعرضها بالنيابة عنه يبعتها لي فويس او رسالة مكتوبة. اشوفكم على خير، باي باي.